عمرك شفت واجهة فيلا وعجبتك لكن لما سألت نفسك هي حلوة ليه؟ لقيت نفسك بتقول مثلا إن الكتلة دي حلوة أو الماتيريال دي حلوة أو الشباك الكبير ده جميل. لكن في سؤال مهم، هو المصمم عمل الواجهة بالشكل ده ليه؟ هو المصمم عمل الكتلة دي بارزة ليه؟ هو المصمم هنا عمل شباك كبير ليه؟ هنا بقى بنوصل لحاجة مهمة جدا في التصميم المعماري اسمها الفكرة التصميمية، كونسبت. أهلا بيك في الحلقة الثانية من سلسلة تصميم وتحليل الواجهات المعمارية السكنية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي نحلل أي واجهة، واتكلمنا عن الانطباع، واتكلمنا عن الكتلة ونقطة التركيز والتوازن والنسب والفتحات والحركة والخامات. النهاردة مش هنعيد شرح الحاجات دي، النهاردة عايزين نرجع خطوة لورا ونسأل ايه الفكرة اللي خلت المصمم ياخد القرارات دي أصلا؟ ايه الفكرة اللي خلت المصمم يعمل الكتلة بالشكل ده؟ ايه الفكرة اللي خلت المصمم يعمل فتحة كبيرة؟ ايه الفكرة للمصمم اللي خلت الخامات والألوان بالشكل ده؟ لكن قبل ما نبدأ خليني أوضح لك السلسلة دي هتمشي إزاي، لأن الهدف في السلسلة مش إننا نشوف شوية فيلل ونقعد نحلل فيها ونقول إن دي حلوة ودي وحشة، لأ، أنا عايز السلسلة دي تكون رحلة تعليمية توصلك في النهاية إنك تقدر تصمم واجهة في الآخر. هنبدأ الأول بإزاي نقرأ ونحلل أي واجهة عن طريق النقاط اللي ذكرناها الحلقة اللي فاتت. بعد كده هنفهم الفكرة اللي وراء التصميم، وده موضوع الحلقة بتاع النهاردة، الفكرة التصميمية. ده هنبدأ نطبق طريقة التحليل دي على الفيلل الحقيقية أو فيلل من بنترست، ونشوف إيه اللي نجح فيها وإيه اللي ممكن يتعمل بشكل أفضل وليه. وبعد ما نبني عندنا طريقة تفكير وتحليل هنبدأ ننتقل للمرحلة المهمة جدا وهي مرحلة التصميم. هناخدك من مرحلة البلانات 2D إلى مرحلة ال 3D. وهنا الهدف مش إن إحنا نشرح البرنامج ال 3D، لا، الهدف إن إحنا نفكر إزاي لتصميم الواجهة من وإحنا لسه شغالين في التصميم المعماري ال 2D. هنفتح البرنامج ال 3D ونبدأ نعمل ماسنج ونعمل فتحات ونفكر مع بعض في الخامات ونشوف إزاي هنعمل تصميم واجهة بناء على التحليلات السابقة وبناء على النقاط اللي ذكرناها في الحلقة اللي فاتت والحلقة دي. يعني ببساطة الرحلة دي أنا لخصتها في 4 كلمات. ممكن نقول إن إحنا افهم، أحلل، أقيم، أصمم. أفهم إن أنا أفهم الواجهة عن طريق النقاط اللي ذكرت. أحلل إن أنا أحلل الفكرة التصميمية بتاع الواجهة. أقيم التصميم بقى ده ناقصه إيه أو محتاج إيه، لا هو كامل، لا كويس، لا حلو، لا وحش. بعد كده نبدأ المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة ال 2D لل 3D اللي هي مرحلة التصميم. دي كده السلسلة بتاع تحليل وتصميم الواجهات المعمارية، حبيت بس أقول لك هي هتمشي إزاي معانا. طيب نبدأ بقى. هو في البداية يعني إيه كونسبت؟ ببساطة هو الفكرة أو الهدف الرئيسي اللي بيوجه قراراتك التصميمية. يعني مثلا هنقول، يعني بدل ما أبدأ التصميم مثلا وأقول أنا عايز أحط الكتلة دي هنا أو عايز شباك كبير هنا، لا، أنا أقول الأول أنا عايز أحقق إيه في الواجهة، أنا عايز الواجهة دي تدي انطباع إيه. اللي هو إحنا اتكلمنا في الأول عن الانطباع. الانطباع الأول، أنا عايز الفكرة اللي أنا عايز الواجهة بتاعتي تعبر عنها. خليك فاكر إن الفكرة مش لازم تكون مجرد شكل. يعني مثلا لو أنا قلت مثلا إن أنا عايز أعمل الواجهة بتاعتي مستطيلات متداخلة، في مثلا مستطيل جاي كده، حلو. هل أنا مثلا عامل المستطيلات دي علشان الخصوصية، ولا عشان الظل، ولا عشان مثلا أأكد حاجة، ولا مثلا عملت عشان أفصل الفراغات دي؟ لازم أن يكون في سؤال مهم، هي المستطيلات دي موجودة ليه؟ هنا بقى يبدأ التفكير المعماري. طيب لما أنا أجي أشوف مثلا الصورة دي اللي هي بتعبر بالنسبة لي مثلا عن الانفتاح والاتصال، اللي هو الكونكشن بين الداخل والخارج. شوف كده هي العلاقة بين التصميم الداخلي والحديقة الخارجية. شوف عندي كم عرض الفتحات وارتفاعها، كمان هتلاقي في عندي كمان فتحة في السقف هنا. طيب الهدف من التصميم إن المصمم عايز يقلل الإحساس بالحاجز أو الفاصل بين الداخل والخارج، واستخدم الزجاج هنا كأداة. طيب يعني هو التصميم بتاعي الزجاج بس؟ لا، هو الزجاج أحد الأدوات اللي استخدمها المصمم عشان يحقق الكونسبت بتاعه. طيب لما نيجي نشوف فكرة تانية زي، طب بالنسبة للواجهة الأولى دي هل دي الطريقة الوحيدة لتحقيق الانفتاح أو الكونكشن؟ لا. بص هنا على المثال ده برضو، أنا عندي هنا علاقة قوية بين الداخل والخارج، لكن الترجمة المعمارية هنا مختلفة. أنا عندي هنا واجهات زجاجية هنا
كل ده زجاج، وعندي هنا برضو الواجهة دي تكملتها زجاج، وعندي هنا المدخل برضو فيه زجاج وفراغات مفتوحة، وعندي هنا تراس وفي لاندسكيب كمان ارتفاع كبير. فالمصمم هنا مش بيتعامل مع الواجهة كحائط عليه شباك، لا، لكن بيحاول يخلي الواجهة حلقة وصل بين الفراغ الداخلي وبين الفراغ الخارجي. طيب مثلا لو هنتكلم عن الكونسيبت رقم 2، مثلا لو هنتكلم عن البرايفسي، ناخد الفكرة وعكسها. اللي فاتت كانت الانفتاح، المرة دي الخصوصية شوية. لو عندي فيلا مثلا على شارع مزدحم، او البيوت المجاورة قريبة جدا والخصوصية بتاعتي مكشوفة، والخصوصية عندي في التصميم هدف اساسي، ممكن اتعامل مع الواجهة بطريقة اكثر انغلاقا، يعني ان انا اقفل الواجهة بتاعتي. عندنا هنا مثلا كتلة صلبة ضخمة واضحة طبعا اهي. الشبابيك طبعا ممكن تكون مفتوحة بشكل جانبي، وممكن تكون مفتوحة على فناء داخلي. بالتالي الواجهة عندي بتعمل حاجز بصري بين الداخل والشارع، يعني اللي ماشي في الشارع هنا خلاص هو مش شايف أي شبابيك في الواجهة هنا. طيب هل دي مثلا نقول إن الطريقة الوحيدة للخصوصية إن إحنا مثلا نقلل شبابيك؟ لا، دي مجرد طريقة واحدة من طرق كتير لتحقيق الخصوصية. خليني أجيب لك صورة تاني. مثلا في الصورة دي أنا ممكن أحقق الخصوصية ولكن بطريقة مختلفة تماما. بدل ما أقفل الواجهة بالكامل وأخليها كتلة سوليد زي ما شرحنا هنا في الصورة دي، لا، أنا ممكن أعالج الواجهة بتاعتي بين الداخل والخارج عن طريق مثلا ستريبس اللي هي السكرين دي، أو مشربيات، أو أي عنصر المهم إن هو يسمح لي بدخول الضوء ودخول الهواء. وبالتالي أنا حققت درجة من الخصوصية من غير ما أقفل الواجهة بتاعتي بالكامل. يعني أنا عايزك تقارن بين الصورتين دول، هنا عمل خصوصية بكتلة سوليد، وهنا عمل خصوصية إن هو حط قدام الشبابيك عنصر أو إيليمنت سكرين كفلتر، يعني إن هو عمل فلتر بصري. هنا الفكرة واحدة الخصوصية، لكن عندك أكتر من طريقة ترجمها معماريا في الواجهات. طيب في الصورة دي خلينا نغير الفكرة تماما. هنا عندنا الفكرة بتاعتنا اللي هي البساطة. بص على الواجهة كده، شوف عدد الكتل محدود، الأشكال الهندسية واضحة جدا، عدد الخامات. طبعا أنا عامل الصورة أوفر ريد ماتيريال عشان الخامات مش وقتها معايا. بص على الواجهة، شوف عدد الكتل محدود، عندي هنا كتلة واحد، وعندي هنا كتلة اتنين، وعندي الدور الأرضي تلاتة. دي فكرة بسيطة جدا. الألوان الماتيريال بتاعتها هتكون محدودة برضو، ماتيريال واحدة أو اتنين، مفيش تفاصيل، مفيش زخارف كتيرة. فالفكرة عندي هنا البساطة. مهم جدا كمان في الفكرة بتاع البساطة إن تركز أكتر على النسب، تشوف نسبة الدور الأرضي، نسبة الدور الأول، نسبة الفتحات. ده مهم جدا في تصميم الواجهة. أنا عندي هنا برضو الواجهة دي مختلفة تماما عن الواجهات السابقة. إحنا كده اتكلمنا عن الانفتاح والبرايفسي، واتكلمنا عن البساطة. ممكن ناخد كمان فكرة عن الموفمنت اللي هو الحركة. هنا عندي مثلا الكتل عندي معروضة بطريقة مختلفة. الحركة البصرية، أنا لما أبص هنا أنا عيني هتجيب الواجهة دي، بعد كده هنتقل للواجهة دي ولسه في كتلة ورا. فهنا في حركة بصرية. الكتل الأفقية الموجودة وتداخل المستويات، عندنا المستوى ده مختلف عن المستوى ده، في هنا علاقة، في هنا علاقة، في هنا علاقة. فالحركة هنا ناتجة عن العلاقة بين مجموعة الكتل دي، مش عنصر واحد. ايه من الواجهة دي نفهم ان المصمم مش عايز الواجهة تكون كتلة ساكنة، لا، هو عايز العين تقرأها ككتلة متحركة. بص على تداخل الكتل، بص على الارتفاعات، بص على الاختلاف، بص على الاختلاف، بص على تداخل الكتل، بص على الارتفاعات بتاع الكتل. العناصر دي بتخلي عينك تنتقل من جزء لجزء، وده اللي بيخلق احساس بالحركة داخل الواجهة. فده كده برضو كونسبت مختلف. انا عندي طبعا الكونسبت، كل معماري في اي تصميم للواجهة بتاعته ليه كونسبت مختلف عن التاني. عدد لا محدود من الكونسبت ممكن حد يعمل كونسبت عن اي حاجة، بس المهم يحقق لي النسب اللي احنا اتكلمنا عنها. لحد دلوقتي شفنا 4 أفكار أو 3 أفكار عن الأوبننجز، وشفنا فكرة عن البرايفسي، وشفنا فكرة عن السمبلسيتي، وشفنا الفكرة الأخيرة عن الموفمنت. لكن أهم حاجة مش ال4 أفكار دول، لا، أهم حاجة إنك لاحظت في كل فكرة منهم إن هي إزاي تقدر تتنفذ أو تتنفذ بأكتر من طريقة. الخصوصية ممكن أحققها بكتل مغلقة، أو مثلا سكرين، أو بتوجيه الفتحات. الانفتاح زي ما اتكلمنا إن ممكن نحققه بالزجاج أو التراسات الكبيرة. البساطة زي ما قلت لك إن إحنا ممكن نحققها بتقليل العناصر وتنظيمها. علشان كده انا مش عايزك تحفظ ان الكونسبت ده شكله كذا او الكونسبت ده شكله كده، لا، انا عايزك تتعلم وتسال نفسك ايه الفكره وازاي اقدر اترجم الفكره في التصميم بتاعي. ومن هنا ورايح لما تشوف اي واجهه، انت ماشي في الشارع وشفت مثلا واجهه، ما تبداش تقول لا ان الواجهه دي حلوه والواجهه دي وحشه، ما تحكمش عليها. ايوه طبعا في حاجه اسمها الانطباع الاول، ولكن بعد الانطباع الاول لازم تبدا تحلل، تقول ان الكتله دي كذا، الخامه دي كذا. تسال نفسك يعني 3 اسئله. اول سؤال، ايه اول حاجه لفتت نظرك في الواجهه؟ واحد، اول حاجه لفتت نظرك. تاني حاجة،
الفكرة المحتملة. انت اقعد خمن وقول الفكرة دي بالشكل ده ليه، يعني عادي ممكن تطلع غلط، بس انت افترض انت فكرة، الفكرة المحتملة. ثالث سؤال، ايه العناصر الموجودة في الواجهة اللي بتدعم الفكرة دي؟ لو انا مثلا قلت ان الفكرة بتاعتي مثلا دي خصوصية عشان مفيش شبابيك، الفكرة بتاعتي او العناصر اللي بتدعم الفكرة بتاعتي ان فعلا مفيش شبابيك في الواجهة، فده انك تقعد تفكر في العناصر الموجودة في الواجهة ده بيدعم الفكرة بتاعتك. طبعا الكلام ده كله لحد دلوقتي عشان نبني بس طريقة التفكير بتاعتنا، لكن من الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنبدأ التطبيق الحقيقي، نجيب فيلا من على بنترست أو فيلا الحقيقية ونبدأ نحللها مع بعض من أول نظرة لآخر تفصيلة فيها إن شاء الله، إيه الانطباع وإيه الفكرة وفين نقطة التركيز وإيه النسب وليه اختار الخامات دي، وفي النهاية مش هقول لك إن الواجهة دي حلوة لا أو وحشة، هقول لك إيه اللي نجح فيها وإيه اللي ما نجحش، لأن زي ما إحنا قلنا إن الجمال مختلف من شخص لآخر. طيب كده وصلنا لنهاية الحلقة، ولو حابب تكمل معايا الرحلة دي من تحليل الواجهات اشترك في القناة وفعل الجرس. القناة لسه في بدايتها طبعا، وأنا بحاول أبني فيها محتوى تعليمي متخصص ومفيد للطلبة والخريجين، فدعمك هيفرق معايا جدا. ولو شايف إن المحتوى ممكن يفيد حد من أصحابك وزمايلك يا ريت تشيره الفيديو، يمكن مشاركة بسيطة منك توصل المحتوى لحد كان محتاج الفيديو. ونشوفك الحلقة اللي جاية إن شاء الله وأول تحليل حقيقي لواجهة فيلا. السلام عليكم.